السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبو يوم بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. طبعا جايلكم بقى بفطار، فطار كده إيه، مية مية. الحبايب بقى متجمعين وقلنا نعمل بقى فطار كده حلو ويفتح النفس. بقالنا زمان قوي ما تلمناش ولا عملنا ايه الفطار الحلو ده. جبنا حتة زبدة كده بقري حطيناها ايه وتسيح كده، وعندي شوية لانشون كنت بعمل بقى بالبسطرمة او البيفي او كده، فقلت لاقي اللانشون موجود، مسكته كده قصقصته كده مقص المطبخ، والزبدة على ما بتسيح تنزل عليه كده. طبعا الطبق اللي هناك ده اللي فيه الحتتين الفلفل اللي انتوا شايفينهم ده ملناش دعوه بيه دلوقتي، جاي دوره لسه. المهم دلوقتي بقى، والتانية بقى هي فيها ايه، فصين توم كده فرش متقطعين، وننزل بشوية زيت، نعمل فطار بقى ايه، يا سلام يا سلام سلم. قلت بقى مرات اخويا ولاد اخويا بقى، قلت لا ده انا لازم احضر فطار محترم، فطار كده يفتح النفس. اشمعنى هما اللي بيعملوا فطار كده ويلموا ويفتحوا نفسي، لا ده انا هفتح نفسهم بقى. جينا بقى فصين التوم بقى ايه، شوحتهم كده في شويه الزيت، ورميت عليهم طماطمتين مقطعهم سلطه كده صغيره. تمام. وهنا بقى ايه الزبده خلاص باللانشون قطعته شوحته كده تشويحه صغيره، ننزل بقى نفقش البيض عليه بقى تشويحه كده حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم كده نسمي الله. يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، واللمة والبركة والخير لما يبقى موجود الحمد لله يا رب الدنيا بتبقى زي الفل، ونفسنا اتفتحت وكان يوم جميل وفطار حلو. حسب ما بتشوفوني بقى بالليل او الصبح، لو الصبح صباحكم فل، صباحكم انا، صباحكم سعادة، صباحكم كل حاجة حلوة. لو بالليل مساء الفل عليكم، ومساء الجمال، ومساء كل الحاجة اللي بتشوفها في الدنيا حلوة. يا رب يجعل كل ايامكم خير وبركة، ويكتر لمتكم وفرحكم، اللهم امين. فقشنا بقى كده البيض، ضربنا البيض او فقشنا او حطينا حسب ما بتقولوا شوية فلفل اسود وشوية ملح، ونظبط كده المسائل. لو بسطرمة هتعمليه بنفس الطريقة برضو، هتقطعي البسطرمة قطع صغيرة مع الزبدة وتشوحيها تشويحة حلوة، وبعد كده تنزلي بالبيض عليها. تمام. كده عملنا البيض باللانشون، وحطينا الفول على الصلصة هننزل بيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. فصين توم شوحتهم تشويحة حلوة بشوية زيت، وقمت جايه حاطه عليهم طماطم مقطعه زي السلطه، يا دوبك كده خدت غلوه كده دبلت، نزلت عليها بكيس الفول الحلو ده. فول بقى ايه حب كده تحفه. حط شويه كمون، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حط شويه الملح بتوعنا، تقلب تقليبه حلوه كده. طبق الفول ده يا جماعه طبق تحفه، كان الطبق الرئيسي للفطار. انا بحب بصراحه انشف البيض، ما بحبش اسيبه كده ني. ولادي ما برضوش ياكلوه لما بيلاقوه مش مستوي قوي، فبحب ان انا اسويه كويس عشان يعرفوا ياكلوه. كل ده موطيه عليه مش عالي، لان لو عالي هيتحرق، انا موطيه عليه يستوي براحته. طبعا بقى حتتين فلفل حاميين انا قلت لكم مالكوش دعوه بيهم بقى، جه دورهم بقى يتحطوا كده فريش كده في اخر الايه، في اخر الفول كده في عمايله كده، يبقوا حلوين كده ومدين بقى ايه السبايسي فيه كده في قلب الفول. طبق فول عجب عجب والله. في اللي بياكل بصلصه، في اللي ما بياكلش بالصلصه، عملت لهم برضو طبق من غير ايه، من غير صلصه ولا توم ولا حار ولا كده. جينا هنا بقى نحط البيضه نقسمه على طبقين. طبعا البنات بقى ايه
خلف الكواليس، اللي بتحط جبنة واللي بتحط جبنة بيضة وبتحط جبنة فلاحي، واللي قطعت طماطم طرنشات وحطت عليها كمون وملح وظبطوا الدنيا كده، يعني بيساعدوا برضه. يعني واقفة بس أنا على البوتاجاز أعمل البيض أعمل الفول بس، لكن هما بقى إيه عمالين يوضبوا وقطعوا خيار وغسلوا الخس والبصل، ظبطوا الدنيا. ربنا يسعدهم ويسعد البنات كلها يا رب العالمين. أحلى طبق فول ما حصلش ولا هيحصل. دي نور اللي عمالة تهرس الفول، خايفة على الفول لا يتهرس قوي، بتهرسه بالراحة. جبنة بقى فلاحي، جبنة قريش بقى، ننزل بشوية زيت زيتون. طبعا هما بيحولوا جوه على الترابيزة. حطيت حتة جبنة قريش فلاحي كده حلوة وعليها نقطتين زيت زيتون. كده بقى الفطار بتاعنا جاهز وزي الفل. العيش الناشف بقى والعيش المقمر الطري والجبنة الفلاحي والفول بالصلصة والبيض باللانشون والطعمية بقى الفلافل بقى اللي احنا بنقول فلافل اسكندرية، وفي بقى محافظات تانية بيقولوا ايه، بيقولوا طعمية. والمخلل اللفت، الطماطم اللي متقطعة والفلفل الحامي والزيتون والخيار، حاجة كده بص تحفة. والعيش البلدي، قلت لهم انا بصور بقول لهم، قلت لهم انتوا مستنيين يمد ايدكم كده وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا. في اللي اتكسف وفي اللي بقى يفطر بصراحة يعني. انا قلت لهم لا حطوا ايدكم كده البركة تحصل كده. شوية بصل اخضر كده وشوية خس وخيار وزيتون وجبنة بيضة وجبنة قريش وبيض باللانشون وفلافل وفول بالصلصة وفول عادي وطماطم وفلفل حار، وكان الحمد لله وكان أحلى فطار. واللمة الحلوة مفيش أحسن منها. ده آدم اللي مستعجل عمال يمد إيده ده. قلت لهم كلوا سموا الله عشان ربنا كده يطرح البركة كده في اللقمة، نحط ايدنا كلنا في طبق واحد، ربنا بيجمعنا بالخير ويجمعنا بالبركة يا رب. وربنا يكتر من لمتنا ولمتكم ويجعل بيتكم عمران يا رب بالخير يا رب. يجعل كلنا وجميع المسلمين بيوتهم مليانة بالخير ومليانة يا رب وعمرانة، ويا رب يجعله مفتوح ويجعله عامر علينا وعليكم يا رب العالمين. ويا رب يكون يومنا كده حلو وعجبكم وفطرنا كده الخفيف ده عجبكم. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.